الحمد لله رب العالمين. قضى اخف من قضى، اتهم لسانه اتخيط 3 غرز النهارده. كنا خارجين في امان الله، وقع من على السلم. احنا كنا سابقينه على السلم، يعني سمعنا اصوات وعياط. ببص لقيته سايح في دمه كده، خدناه وجرينا بيه على المستشفى. الحمد لله دكتور الجراحه قال لك ده محتاجه 3 غرز في لسانه، يعني لسانه كان مقسوم نصين. ربنا لطف والحمد لله، يعني خد 3 غرز. وانا يعني بسأل كل الناس يعني يدعوا له بالشفاء، لان طبعا عنده حرف السين وبعض مخارج الحروف يعني مش مظبوطه، ربنا يعدها على خير. المنظر كان صعب قوي يا جماعه والله. إيه، انا اصلا كنت لسه بقول له يا ادهم خلي بالك لا تقع من على السلم، انا نازله قبله. ما كملتش الكلمه لقيته بيعيط وبيصرخ. طلعت اجري اشوفه، لقيت بقه ده كله عباره عن دم. انا مش عارفه ايه فين بالظبط اللي مفتوح، المكان كله دم. خدناه بسرعه ورحت يعني طلعنا بيه على المستشفى. منظر بقى حقنة البنج اللي هما بيديها له في مكان في لسانه كده في مكان الجرح. 3 شكات والإبرة كلها بتدخل في اللسان. منظر كان صعب صعب قوي عليا، قلبي كان بيتخلع من جوه من المنظر. آه، يا ربنا يا رب ما يوركوش اي حاجه وحشه في عيالكم يا رب. اسالكم الدعاء لادهم ابني، ربنا يشفيه ويعافيه. طلع وزي لسانك كده يا ادهم. ما انتم شايفين كده، بصوا من لسانه. خلاص خلاص، لسانه دخل من لسانك. قدام كله هنا متخيط. الف سلامه الاكل عليك يا مش ادهم. عارف ياكل. ممنوع من الحاجات السخنه، ممنوع من حاجات كتير. ادعوا ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. وما يوريش حاجه وحشه فيه ابدا يا رب. امين يا رب.